بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موضوع آليات الخطاب آليات الخطاب الأدبي العربي القديم موضوع يعتبر من الموضوعات الحالية، الموضوعات الآنية التي تعالجها الدروس والبحوث الأدبية والنقدية الحديثة والمعاصرة. وقد أجمعت البحوث والدراسات على أن الخطاب النقدي العربي تمكن من استثمار المناهج النقدية الحديثة في مقاربة التراث الأدبي العربي بسبب تطور المنظور أو النظر إلى النص القديم من خلال رؤى معرفية وأدوات إجرائية سياقية ونسقية. والنص العربي القديم وخاصة الشعر الجاهلي معروف عند الدارسين والباحثين بأنه يتميز بفرادته وتميزه وأصالته، كما يتميز بتمنعه وصعوبته على الفهم وعلى الإدراك السهل. وصعوبته على الفهم وتمنعه يعني أنه لا يسلم نفسه بسهولة للقارئ، مما جعل الباحثين والدارسين كما أشرت يستعينون بالمناهج النقدية الحديثة والحداثية كي يستطيعون التوغل إلى هذا النص واستنتاق جوانبه واستضاءة ظلماته ودهاليزه. هذا النص في الحقيقة يجب أن لكي يثمن يجب أن نقف عند قضاياه وفق رؤى وأدوات تستمد من أصول معرفية جديدة مؤسسة على إثارة السؤال. هذا السؤال الذي يستمر وسيبقى مستمرا نظرا لطبيعة هذا النص الذي يعني لم يكتفي بقراءة واحدة ولم تفصل فيه قراءة واحدة، والفصل فيه مغامرة تحتاج إلى قراءات أخرى. هذه القراءات هي التي يستعين بها الدارسون والباحثون على استجلاء وإضاءة هذا النص. فنحتاج إذن في تحليل الخطاب للنص الأدبي القديم نحتاج إلى قراءات جديدة، قراءات مستجدة لا تتوقف عند نوع معين من القراءات. فإذا مثلا صوبنا الحديث عن النص القديم بالمناهج النقدية السياقية هذا لا يكفي، نحتاج أيضا إلى المناهج النقدية النسقية، والاستعانة بهذه المناهج كلها سواء كانت نسقية أو سياقية سيساعدنا طبعا على معرفة كون هذا النص والاستفادة منه. وهذه طبيعة النصوص في الحقيقة التي تتصف كما قلت بالفرادة والتمييز والأصالة والتمنع، فتدل على أنها نصوص راقية. هذه النصوص تحتاج إلى بذل عناء كبير في القراءة حتى نتمكن من الوصول إلى نتائج هامة فيه. شكرا.